خوتي المغاربة داخل وخارج أرض الوطن، السلام عليكم ورحمة الله. كلنا كنعرفوا بأن نظام العسكر خرج ببروباغندا جديدة بخصوص المشروع الوهمي ديال غار جبيلات، المنجم ديال الحديد. وخرج واحد الاقتصادي، خبير اقتصادي جزائري ورجل أعمال، واحد التصريح اللي صادم لنظام الكابرانات، واللي على الإثر ديالو تم اعتقاله. ماشي هذا هو الخبر الجديد، لأن هذا الخبر عنده تقريبا أسبوع وقيلة. غنخليكم تشوفوا الفيديو اللي سبب الاعتقال ديالو، ومن بعد غنعطيكم واحد الخبر صادم جدا. غتعرفوا فين وصل التعسف والديكتاتورية ديال نظام الكبرانات. نسمعوا المقطع. اولا انت تعرفين لغتي لغه هندسيه وليست ادبيه ولا سياسيه، وبالتالي ساضع الارقام حتى المشاهد الكريم والمتابعين حتى الخبراء يتفطنون الى وضعيه واهميه هذا المشروع بالنسبه للاقتصاد الوطني ككل، وبالنسبه للمنطقه التي ولد فيها هذا المشروع. المشروع تاريخيا يعني اول اكتشاف لهذا المنجم كان من قبل مهندسين فرنسيين في 1952. لم يتم استغلاله لظرفين اساسيين: المسافه بالنسبة للشمال الجزائري وللظروف المناخية القاسية، والظرف الثالث هو للحالة الكيميائية للمنجم، يعني بور لا ناتور دو مينغي دو فير اون المان. دونك لا فورمول شيميك نتاعو كانت مؤثرة. دونك هذا التأخر كان هناك طبعا أسباب جيوسياسية ولا لن أتطرق إليها، لكن سبب تأخر استغلال المشروع بغض النظر عن الظروف السياسية والجهوية، الظرف الأصلي كان المسافة، غياب انفراستركتور دو ترونسبور، بنية تحتية للنقل. بالتالي دونك سا ديفيان تري كومبليكي دو ترونسبورتي دي مينيري ا ايشيل اندستريال، سا سرا با رونتابل باش تطلعهم بار فوا روتيير، كازيمون امبوسيبل. ثانيا لا ناتور شيميك دو مينغي نتاع غار جبيلات الي نيتمون موان بون بارابور او مينغي تاع الونزا. دونك بالتالي الخيار واضح، تاع الونزا يساوي 10 مرات لا كاليتي تاع غار جبيلات. دونك بالتالي اون بليس جاي في لو نور وفاسيليتي دو ترونسبور واكسي رابيد لي انفراستركتور فيروفيير تاع النور. دونك بالتالي لو شوا تي فيت في. ماتنو توجه جديد اللي دارته الدوله الجزائريه، نقدروا نقولوا 2022 بروح الياه. هناك توجه اولا فلسفي، فلسفه سياسيه بنيت على اعاده السياده الاقتصاديه للبلد. السياده الاقتصاديه او لا سوفرانتي ايكونوميك ان صح التعبير بدات بمبدا بسيط، قال تو سكو جي ابورتي دما جو ليكسبلوات، انا نستغل واش اللي عندي. هنا قلعت القياده السياسيه في الجزائر، قال لك خلاص بيسكون لو مين غير تاع غار جبيلات، عندنا ماتنون فرصه باش نثمنوه ونعاودوا. تلاقاو نفس الاشكال، لانفراستركتور دو ترونسبور ماتنون ايزون مي لا مان لا بوش، قال لك خلاص هاي نصرفوا عليها. صرفوا جوسكا ماتنون لي زيستيماسيون تاوعي، ربما ما نكونش بعيد بزاف، عندي خبره انا اللي ركبت مشروع مشريه بشار شمال فار بور 360 كيلومتر قبل 1 مليار دولار ابري. دونك غار جبيلات بشار وزونفيرون دو 3.5 مليار دولار. اش فاهم مليح الرقم هذا؟ قيد في قايط اللي ما عندهاش علاقه، قال اسمعي حبسي الا كانت تسناني بري قيد كيف السيد راه خاطيني انا، راك جبتيني هنا اكاديمي نتكلم لك في الجانب الاكاديمي. كيف ما سمعتوا، فهاد السيد هذا اللي سميتو جلول تلامة، فهو تكلم بطريقة موضوعية بما أنه خبير اقتصادي، فأعطى معطيات واقعية حقيقية، وبين على الهشاشة ديال هذا المشروع هذا اللي هو مشروع صراحة وهمي، وبين بأنهم غيصرفوا على المشروع أكثر ما يدخلوا، وبين أشنو هي الأسباب اللي كتخلي هذا المشروع يكون يحكم عليه بالفشل قبل أن يبدأ. أول حاجة هو المسافة ديال 1500 كيلومتر من بشار حتى الوهران باش أنك تنقل داك الحديد. يعني وانتم عارفين الطريق الصحراوية، الصيانة، عارفين بأن درجة الحرارة تقدر تأثر على السكة الحديدية. يعني كاينين بزاف العوامل اللي يقدروا يشكلوا لك إشكال فقط في النقل. هذا هو الإشكال الأول. الإشكال الثاني هو قال لك الطبيعة الكيميائية ديال داك الحديد الخام، قال لك هو عامر بالفوسفور وغيصرفوا عليه يعني أموال طائلة باش أنهم ينقيوه. وإلا نقاو يصرفوا عليه أموال طائلة زائد النقل، فمن غيبيعوه ما غيكونش يعني الإيرادات ديالو عالية، وما يمكنش لهذيك الإيرادات يعني تسدد لهم دوك الفواتير ديال الخسائر اللي خسروا أنهم يبنيو سكة حديدية وداك الشيء. وكيف ما قلتوا، كيف ما سمعتوا، قال لك 3.5 مليار دولار فقط للسكة الحديدية. وكاين واحد الخيار آخر، هما أنهم يبيعوا داك الحديد خام، ولكن إلا كانوا غيبيعوا خام مع ذلك العائدات غتكون جد ضعيفة. يعني هذا السيد هذا خبير اقتصادي أعطى ماشي وجهة نظر، ولكن هو استند لمعطيات علمية دقيقة باش يبين على أن هذا الموضوع الموضوع ديال المشروع ديال غار جبيلات فهو مشروع فاشل.
بمعنى الكلمة، وما هو إلا بمثابة ذر الرماد في العيون. النظام الكبرانات الجزائري كيحاول أنه يسوّق للشعب على أنه يقوم بمشاريع عملاقة، وهي راه مشاريع عملاقة ما حتى شي حاجة. هذا السيد هذا طلق عليه القبض بسبب هذا الفيديو هذا، وملي بدا النظام كيحقق معاه اتهموه بتهمة، سمعوا مزيان، تهمة جد خطيرة، اتهموه بتهمة العمالة للمملكة المغربية، العمالة للمملكة المغربية، استنادا على أن له أصول مغربية، يعني شي واحد من عائلته ولا هو ولا جدوده مغاربة، والاتهام بالعمالة في دولة الكبرانات فالعقوبة ديالها قد تصل إلى الإعدام. يعني أن هذا السيد هذا خبير اقتصادي خرج قال أنا راه ما عندي مع السياسة ما حتى شي حاجة، أنا جيت نقول لكم من الناحية الاقتصادية ونقيم لكم هذا المشروع، قيموا، ألقي عليه القبض واتهم بالعمالة للمملكة المغربية وبحجة أن له جذور أو أصول مغربية. شفتوا هذا النظام الديكتاتوري فين وصل؟ كنتمناو أن هذا السيد هذا الله سبحانه وتعالى يدير ليه شي تاويل الخير، لأن الظلم خيب وخيب بزاف. رجل قال كلمة حق، ولكن في هذا الزمان هذا وبالخصوص في دولة الكبرانات خاصك تمشي معاهم في الخط، وإلا سيكون مصيرك للأسف السجن. وصلنا لنهاية الفيديو، ما تنساوش زر الإعجاب، ما تنساوش التعليق، ولا ما مشتركينش في القناة اشتركوا فيها. والسلام عليكم ورحمة الله.